جديدة من برنامج قبل خير، وحياكم الله. بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. اليوم النصر حقق فوز مهم على قوال الهندي في دوري أبطال آسيا 2، والاستقلال الطاجيكي فاز على الزوراء العراقي 2-1، وصار ترتيب المجموعة الرابعة. النصر في الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، الاستقلال الطاجيكي 6 نقاط، وبعدين الزوراء العراقي الثالث 3 نقاط، وقوال الهندي في المرتبة الرابعة والأخيرة بدون أي رصيد. أعتقد النصر يمكن باقي له مباراة، أو أنا أعتقد النصر ممكن يكمل المباراة هذه بأقل عدد من عناصر الأساسية. يمكن بعد الجولة الجاية لو قدر ياخذ أيضا 3 نقاط يصير عنده 12 نقطة. ممكن تحسم الأمور على فكرة في الجولة هذه في وقت مبكر جدا. موضوع مشاركة كريستيانو رونالدو، طبعا لا زال الكثير من الجمهور اللي تابع المباراة في الهند كانوا يتمنون وجود كريستيانو رونالدو. أغلب القمصان اللي كانت قمصان النصر كانوا لابسين رقم 7، فأتوقع أنه ممكن كريستيانو رونالدو يلعب في البطولة، ممكن يشارك بس في حالة واحدة، يمكن في المباراة النهائية إذا وصل لها النصر ولعب النهائي ممكن يكون هو قائد الفريق في تلك المباراة. الجانب الآخر المهم الآن، طبعا احنا جايين على الجولة السادسة من دوري روشن، والعين كلها تترقب ابتداء من بكرة الخميس تنطلق الجولة السادسة بمباريات الرياض الخلود والفيحاء مع التعاون والنجمة مع الأهلي. لكن يوم الجمعة هي الحفلة الكبيرة، الاتحاد مع الهلال في جدة مباراة الأسبوع، وبعدين اليوم مع الخليج والفتح مع الاتفاق. يوم السبت آخر أيام الجولة القادسية مع الأخدود، والشباب مع ضمك، والحزم مع النصر. شوف النصر اليوم لاعب الثلاثاء، الأربعاء لاعب في الهند، بيرجعون الخميس يريحون، الجمعة يتدربون. أي جمعة يتدربون؟ الجمعة يروحون القصيم عشان يلعبون مع الحزم. والله برضو يعني في بعض الضغط على جدول النصر. الترتيب الدوري روشن قبل انطلاق الجولة السادسة بكرة، النصر في الصدارة، والقادسية الثاني، التعاون الثالث، الهلال الرابع، والاتحاد الخامس. لو نلاحظ ايش ممكن تصير تغيرات، لو فاز الهلال على الاتحاد يصير عنده 14 نقطة وينتظر أي عثرة للقادسية والتعاون فيصير الثاني. الاتحاد لو فاز على الهلال يصير عنده 13 نقطة، على الأقل يرتفع من الخامس إلى الثالث مبدئيا في حالة استفادته من أي تعثر لفريق التعاون. يعني مباراة جدا مهمة. النصر ايش يبغى؟ المتصدر ايش يبغى من المباراة الاتحاد والهلال؟ يبغى التعادل. إذا تعادلوا يا سلام، الهلال يظل 12 نقطة والاتحاد 11 نقطة، ولو الخليج والخلود سووا أي نتيجة فجأة تلاقي الهلال والاتحاد ممكن ينزلون للسادس والسابع. وضع غريب في دوري روشن، ومتغيرات جدا مهمة في الدوري في هذا العام. قبل ما أبدأ بالعناوين أرحب بضيوف حلقتنا اليوم، المدرب العربي الكبير كابتن نور الدين ذكري اللي مشرفنا اليوم. رحب فيك كابتن. مساء الخير أبو بدر، لك ولضيفك الكريم هلاتا ولجمهورنا الكبير والعريض في العالم العربي. هذا كله اليوم ألوان فاتحة. لما أجي لجدة ألبس الأبيض يعني. ولما تروح وين تلبس الغوامض؟ الأسود في باقي المدن. طيب ماشي. نرحب ما عدا الشرقية لنا بحرية المفروض يلبس برضه فاتح. عبد الله فلاتة، رحب فيك أبو أحمد. بيك ونرحب بالكابتن الكبير معنا اليوم على طاولة واحدة، نسعد بيه الزميل عبد العزيز. خايف أنت من الجمعة؟ عمري ما أخاف، أنت تعرف كلمتي، أنا ما أخاف. طب خليني قبل ما أروح لعبد العزيز الزلال، فرضنا فاز الهلال ورجعت السلسلة. ما في سلسلة، السلسلة ديك ما هي سلسلة، وعندي وجهة نظر فيها ما له داعي. لا ماشي، بس احنا مشينا احنا نتكلم انه كان في فترة فوز 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 الهلال، انت كسرتها. طيب الآن الجمهور هل متحمل ان ترجع القصة؟ أنا إذا داخل ألعب مع الهلال وماني حاطط في اعتباري إنه الهلال ممكن يفوز، أنا معناته عايش في عالم آخر. الهلال طبيعي ممكن يفوز ولا فيها، والاتحاد عنده أولويات معلنة هذا الموسم بالنسبة للبطولات، يمكن ما اتفق معها بس معروف أولويات. كم تعطي بالمية الاتحاد يفوز وكم تعطي بالمية؟ 50-50. أجل تعادل، النصراوي هو اللي يبغى التعادل النصراوي. لا مو شرط تعادل، أقول 50 يفوز الاتحاد و50 يفوز. اليوم كان حديث مدرب الاتحاد واضح الصراحة، عجبني، جميل، فريق قوي وفريق مرصع. الهلال الفترة الحالية
وضعه الفني افضل من الاتحاد، الاتحاد صاعد لمستوى. يعني ترشيحات كذا على الورق نقول الهلال يفوز على الاتحاد على حسب كلامك يعني. لا لا لا, لا. عمري ما اقول كلاسيكو وكل شيء ممكن فيه وارد. المباراه لا تنسى في ارض الاتحاد، جماهير الاتحاد دائما لها كلمه. طيب طبعا في خلصت تذاكر المباراه على فكره، يمكن باع 51,000 تذكره. هذا الاتحاد يا بدر، هذا الجمهور، هذا الحي يحييك، هذا الاكبر مسوق للدوري السعودي يا بدر. كرموا كل الدنيا الا جماهير الاتحاد. يا رابطه يا رابطه كرمتوا اللاعبين، وتكريمكم من الموسم ده ممتاز. جماهير الاتحاد انا ما اقول يعني كرموا جماهير الاتحاد بس، لا، في معيار اكبر حضور جماهير الاتحاد، كرموهم، استحقوا، بيسوقوا الدوري، ما يبغوا ركن اساسي للنجاح. ما يبغوا مشاكلهم. فين المشاكل؟ عندك معيار. ايوه الجمهور تعرف الثاني حيزعل. لا معيار عندك. جمهور الاهلي حيزعل، جمهور النصر جمهور الاهلي، جمهور الاهلي، جمهور الهلال، جمهور النصر. تعال انت حقق اللي حققه الاتحاد في عدد الحضور عشان نقول معيار واضح. يرد عليك الهلالي يقول لك يا حبيبي لان التذاكر عندك اسعارها رخص، فبالتالي وسعه الملعب عندك اكبر، لما يصير عندي ملعب زي حجم، عارف قضيه جدليه ما لا هذا الكلام مردود عليه. في استاد الامير عبد الله الفيصل انا اعلى، في مكه اروح العب انا اعلى، فده الكلام لا حد يسوق له. نرحب عبد العزيز الزلال معنا. ابو خالد اهلا وسهلا ابو بدر وضيفيك الكريمين نور الدين الزكري والزميل العزيز عبد الله فلاته، ان شاء الله ليله جميله باذن الله. الجمعه الى اي درجه قلقان؟ ما فيها قلق يا ابو بدر، اللقاءات الكبيرين الهلال الاتحاد دائما كلاسيكو، مباراه كبيره، مباراه جماهيريه، موعودين بمتعه. بس الاهم شيء انه اذا فاز الهلال لا احد يقول تحكيم والحكم ظلمنا والحكم هزمنا، في النهايه فريقين كبيرين. عبد الله فلاته بيجهز الدواء قبل الفلعه. طيب خلينا نبدا الحلقه. يا اخي قول ان شاء الله دي المره التحكيم يجي مع الاتحاد، واجي انا اعترف لك اقول والله الحكم فوزني اول مره في حياتي. طيب نبدا الحلقه. ابو احمد كيف تبين ارد عليك في التحكيم وانت النصر لما هزمك مباراتين كان حديثك كله مباراه جميله وممتعه وما تكلمت عن الحكم ولا تطرقت الالوان تفرق، الالوان تفرق، الالوان تفرق. ماني قدام نادي الرياض بالكوع قبل مباراة الاتحاد ولعب بعدها ب4 ايام وسجل هدف سينمائي على الاتحاد وكنت مبسوط بالهدف، ورونالدو كان يتكلم بصوت عالي عند الجماهير وكان يسألك ابو بدر عن كلام رونالدو تقول هدف جميل بعد ما ضاع. اسمح لي اجاوبك بس. بدنا نناقشك في الحكام. اول شيء مباراة النصر والاتحاد اول ما نتكلم فيها مو دي الاخيره اللي قبل اللي كان فيها اخطاء تحكيميه، انا قلت رئيس لجنه الحكام جانا اللي فيها تابع متبوع معتذر. لا تهرش كلام جمهور، انت ارفع من كده عارف. انا اتكلمت فيها رياضيه عرفنا من الاصفر الكبير تابع ومتبوع. طيب تابع متبوع. خلينا عبد العزيز الحوار يكون افضل. تفضل. ايوه يعني لما نيجي نتكلم عن الاتحاد تابع، ترى اللي يقول الاتحاد تابع هذا مغفل. اساس الكوره في بلادك الاتحاد. وبسمعها اقول انه لا رديت. لا والله رديت. طيب خلاص الخلاصه انا اقول لك يوم سالني ابو بدر عن، لا عشان مش هنقعد لما سالني ابو بدر عن قال لك ابو بدر بيجونك بعدين يقولون استنى بس على كريستيانو. خلي يجاوب عشان نخلص. يلا الحين صارت صعبه. اوكي وصلت عبد العزيز. تفضل. لما سالنا عن كريستيانو احنا كنا نتكلم مباراه الهلال والاتفاق. ثاني حاجه انا باني مع كريستيانو، ماني مع الحركه اللي سواها والله ولا شفتها، والله ما شفتها. ايش ما شفت؟ عرفت لك انا ما شفت. انا كان بالي عديت الكروت اللي عليك. انا بالي مع رده فعله بعد اهدار ركله الجزاء. عجبني انه يا عبد العزيز الله يرضى عليك. استنى لا عبد العزيز اصبر، لا ما يصير كذا نبغى نخلص. استنى انا بعطيك 30 ثانيه واروح العناوين. يلا 1 2 ها. كريستيانو انا بالي مع اهدر ركله الجزاء، شغلي في الملعب انا ماني الا برا. شفته على طول عمل شغل جميل. انزاجي وين كان فيه؟ انزاجي لما انتقدت على الخط شكرا لكم. كان يسنتر. نبدا الحلقه بالعناوين. سالفتكم طويله. نبدا العناوين. حياكم الله من جديد. اليوم طبعا النصر يحقق فوز مهم على قوال هندي بهدفين مقابل هدف، وواصل النصر انفراده بصدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 بعد فوز اليوم على فريق قوال هندي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة في لقاء أقيم في مدينة قوا. الأهداف سجل النصر البرازيلي إنجيلو في الدقيقة 10، وفي الدقيقة 27 سجل هارون كامارا الهدف الثاني للنصر، فيما قلص قوا الفارق عبر اللاعب الهندي بريسون فرنانديز
في الدقيقة 41. فاز لاعب النصر هارون كمارا بجائزة رجل المباراة، وقوال هندي سجل أول أهدافه في هذه البطولة. النصر عنده 9 انتصارات متتالية بكل المسابقات، والاستحواذ كان 81% للنصر 19% لقوا. يعني كانت المباراة حب من طرف واحد. قاد المباراة الحكم الإماراتي عادل النقبي، وأشهر البطاقة الحمراء للاعب قوا اللاعب الأسباني دافيد تيمور بالدقيقة 93 من عمر المباراة. ترتيب المجموعة بعد مباراة اليوم: النصر في الصدارة 9 نقاط، بعدين الاستقلال الطاجيكي، زوراء العراقي، وإقواء الهندي. مباريات البطولة بكرة الأربعاء 5 نوفمبر. الاستقلال الزوراء العراقي يستضيف الاستقلال الطاجيكي، والنصر هذا يوم 5 نوفمبر، عفوا الجولة الجاية 5 نوفمبر الزوراء العراقي مع الاستقلال الطاجيكي، والنصر السعودي راح يستضيف إقواء الهندي في الرياض في الساعة 9:15. أما المباريات اللي مرت، طبعا النصر فاز على إقواء 2-1، والاستقلال الطاجيكي فاز على الزوراء 2-1. هذه طبعا مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2. بالرغم من النصر يعتبر إضافة لهذه البطولة، ولكنه استطاع أن يستخدمها بشكل واضح جدا في إعادة تدوير لاعبيه وعدم انتقال الضغط من الأسيوية إلى بطولة الدوري السعودي، دوري المحترفين اللي مركز عليه النصر بشكل واضح. مبروك للنصر. كابتن نور الدين، كيف شايف النصر السنة هذه؟ إيش اللي اختلف؟ اختلف انهم جابوا بعض اللاعبين وحسنوا الفريق من جهه تكتيكيه. انا سبق لي واني تكلمت في حصتكم هنا على المشاكل النصر التكتيكيه السنه الماضيه، عندما قلت انتداب المهاجم جنب رونالدو لا يصلح، وقلت هذا الكلام هذا، وهذا النصر خرج يعني فارغ اليدين السنة اللي فاتت. وقلت النصر إذا كان يعني أراد صناعة فريق لابد أن يبني الفريق على رونالدو، يعني يكون رونالدو المهاجم الوحيد، زايد تنشيط الأطراف، يكونوا أطراف قويين، تنشيط الأطراف، زايد لاعب يلعب خلف يجيب الكرات، لاعب صانع لعب اللي يجيب الكرات يلعب مع رونالدو. نظن هما جواو فيليكس في مكانه، استخدموا كانوا على الجهة اليمنى، على الجهة اليمنى، إذن الفريق مع سادو ماني الجهة اليسرى، إذن الفريق اكتمل. مع بروزوفيتش اللي دائما ينشط الهجوم بهذه الكرات، أصبح عنده توازن جيد النصر، وأصبح الفريق، أنا بالنسبة لي الفريق الآن رقم 1 في السعودية من هذا الجانب. يعني لما تقارن بعد 5 جولات للدوري وتقيم الفرق، كثير من الناس يرشحون النصر أنه يستطيع أن يكتسح هذا الموسم. يكتسح لا، لكن يكون هو الأول أكيد، لكن يكتسح لا. في الهلال اللي ما زال ما ظهرش بالكيفية الكاملة. الاتحاد ممكن يعود، الأهلي ممكن يعود، وبالتالي في القادسية اللي قاعدة من الخلف قاعدة تجيب فريق لا بأس به. أنا نظن راح يكون التنافس راح ما يكون سهل، يعني خاصة إذا كان في بعض الأحيان أنت عندك 11 لاعب، ممكن ب 11 لاعب في مرحلة من المراحل تقدر تميز، لكن إذا كان صاروا عندك بعض الغيابات أو بعض الأشياء وما عرفتش كيف تسد هذه الفراغات، هناك تضيع نقاط. وبالتالي الفريق اللي عنده ممكن مجموعة من اللاعبين أفضل في الدكة ويعرف كيف يلعب بالتورنوفر هذا في تحريك الدكة مع الأساسيين، أنا نظن هو اللي يكون أقرب للفوز. طب سؤال، ايش اللي تغير في الفريق؟ يعني اوكي في عناصر اضافيه، النصر كل سنه يتعاقد، ايش اختلف في التعاقدات السنه؟ ولا جيسوس فرق معهم؟ لا، منهجيه اللعب، انا قلت اذا كان اعتمدوا على رونالدو كمهاجم وحيد بدون ما يكون معه مهاجم اخر ويصطدم، كان السنه اللي فاتت يصطدم مع المهاجم الاخر وما فيش كرات كثيره تلحق له. اليوم عندك الطرف الايمن خطير جدا، الطرف الايسر نعرفوا شكون صانع اللعب هذا الفرنسي، صانع اللعب هذا في الخلق والابداع شيء رهيب، يعني ما تقدر تمسكه. كل هذا الكم من الكرات اللي يجيبها هذا الفريق هذا، انا نظن الفريق هذا اذا بقيت هذه التشكيله ولعبت مباريات كثيره، انا نظن من الصعب جدا انك تفوز عليها. يعني انت شايف ان مستوى النصر يبتدي يتصاعد؟ نعم يتصاعد في حاله ما اذا الفرق الاخرى
ترى الفرق الاخرى عندها لاعبين وعندها كل شيء، لكن الفرق الاخرى اذا كان اشتغلت تكتيكيا وعرفت بعض الاشياء اللي موجوده عند النصر وعرفت كيف تلعب للنصر، الدفاع العالي هذا والضغط العالي هذا ترى يولد اشياء واحده اخرى تكتيكيا. اذا المدرب في الفريق الاخر عنده عناصر قويه يكون ذكي كيف يلعب للنصر، فالنصر راح يلقى مشاكل كبيره تكتيكيه. طب في ناس قاعد تتكلم انه جيسوس استنسخ الهلال في النصر، هل ترى انه نقل نفس المنهجيه اللي استخدمها في الهلال نقلها للنصر ولا عمل توليفه جديده؟ لا، هي توليفه جديده من خلال الكلام اللي انا قلته هنا في الحصه وهو تنفذ الان في النصر ما شاء الله. فهذا في هذه التوليفه هذه اي مدرب كان خيسوس او غيره في النصر بهذه التوليفه النصر يمشي. طيب النصر الثلاث مواسم الماضيه تعاقد النصر مع اسماء تدريبيه كبيره، ما ظهر بهذا اللمعان الا مع جيسوس. لكن المنظومه كمنظومه كرويه الجوانب التكتيكيه كانت خاليه من اشياء كثيره، يعني زي ما قلت لك يعني فسرت لك السنه اللي فاتت. نعطيك مثلا على الاتحاد، نجبدوا على الاتحاد قبل هذا السنه لما كان بنزيما وكان معاه حمد الله ورومارينيو وكورنادو، شوف هذا الرباعي في الهجوم، تصور شلة الأطراف وراحت منهجية هذا الفريق هذا. لما رجع بنزيما ولعب خلفه عوار وكانت أجنحة برغوي وتاني كانت أجنحة خطيرة وكلش، هذا الشيء اللي جاب الدوري السنة اللي فاتت، هذا الرسم التكتيكي اللي جابه، رغم انه يعني ما شفناش مستوى كبير جدا على المستوى الفني ولا شيء، لكن هذه المنظومه سارت مع بعضها وجابت نتائج كثيره. طيب واحنا نتفرج على قائمه الهدافين في دوري روشن، تجد انه اللاعب البرتغالي الشاب فيليكس مع النصر تسيد الموضوع، 8 أهداف في 5 جولات. البعض يقول ان القضيه ليست مرتبطه بموهبه استثنائيه للاعب بل بضعف المهاجمين، البعض الآخر لا يقول لك لا اللاعب هو موهبة استثنائية. نعم موهبة استثنائية، نعم لاعب كبير جدا وموهوب وله الخلق والإبداع اللي عند بعض اللاعبين غير موجود. يعني هو تعتقد أنه هو واحد من الأوراق اللي فرقت في هذا الموسم؟ نعم واحد هو من الأوراق اللي فرقت، والآن في ذلك الطرف الفرنسي الطرف اليمين كذلك كومان فرق كثير. بروزوفيتش اليوم الكوراتو تعرف لما تمشي اللاعبين اكيد. بعد 5 جولات من الدوري يرى البعض انه النصر لو استطاع ان يعبر الهلال في الدور الاول انفتح طريق الدوري له، لانه واضح انه الاتحاد عنده فقد نقاط كثيره، الاهلي فقد نقاط كثيره، اضف الى ذلك ضغط البطوله الاسيويه كاس النخبه راح يولد إصابات وإصابات عضلية، والنصر يلعب في دوري آسيا 2 بأقل ضغط. أعتقد نعم في إشكالية من هذا النوع هذا، لكن الآسيوية أنا أعتقد الآسيوية 2 هذه هي أضعف من الآسيوية 1 يعني، وأعتقد أنه الصف الثاني في النصر بإمكانه أنه يشارك في مثل هذه المباريات يعني، وبالتالي يساعد الفريق الأول. لكن أنا نقول لك إذا ما كانت هناك إصابات وإذا ما كانت هناك تغيبات على هذا الرسم التكتيكي وال11 لاعب هذو الموجودين في النصر، فأنا أعتقد هو الأقرب بالفوز. خلينا نشوف هذا الموجز السريع لأهم الأخبار الرياضية. شارك الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في اجتماع المكتب التنفيذي 101 للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم في المنامة بحضور نائبه الأمير فهد البجلوي. من جهة أخرى التقى الفيصل برئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد بن ناصر الصباح، حيث ناقش تعزيز العلاقة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الكويتية. وعلى صعيد آخر عقد رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبد العزيز الفيصل عددا من اللقاءات الثنائية، حيث اجتمع برئيس اللجنة الأولمبية الماليزي محمد نورزا ورئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية محمود وفا. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم المرشحين لجوائز الأفضل في 2025 لفئة الرجال، وتنافسوا على جائزة أفضل لاعب المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي بجانب 8 لاعبين، وتنافسوا على جائزة أفضل حارس مرمى 10 لاعبين،
بينهم ياسين بونو حارس الهلال السعودي وإدوارد مندي حارس الأهلي السعودي. وضمت قائمة أفضل مدرب 10 أسماء منهم 3 مغاربة: وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول، وطارق السكتاوي مدرب المنتخب الأولمبي المغربي، ومحمد وهبي مدرب شباب المغرب الذي أحرز لقب كأس العالم للشباب 2025. تحتضر العاصمة السعودية الرياض الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز 2025 في 30 من أكتوبر الجاري ولمدة 3 أيام. وستحدد الجولة الأخيرة بطل جولة الرياض وبطل جميع الجولات على مستوى الفردي والفرق خلال المنافسات التي ستقام على الميدان المشيد مقابل مركز الملك عبدالله المالي. ومرت تصفيات جولات لونجين قبل جولة الرياض عبر 3 قارات و12 دولة و15 مدينة، رصد لها جوائز مالية بأكثر من 156 مليون ريال. أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 عن فتح باب التسجيل في برنامج المتطوعين للبطولة القارية المقبلة كأس آسيا تحت 23 عاما السعودية 2026 المقرر إقامتها في مدينتي جدة والرياض من السادس حتى 24 من يناير. ويعد البرنامج فرصة ثمينة لاكتساب الخبرة الميدانية والتعرف عن قرب على آليات تنظيم البطولات الكبرى. في اكتساح مغربي كبير لجوائز الاتحاد على الأقل في ترشيحات الجهاز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. السؤال، في كان جدال الأيام الماضية حول ما حدث في كرة القدم المغربية من هذه المواهب، يعني النهر المتدفق من المواهب. البعض قال هؤلاء أبناء المهاجرين، لكن أبناء المهاجرين طب الجزائر عندها مهاجرين، تونس عندها مهاجرين، لبنان عندها مهاجرين، سوريا عندها مهاجرين، إيش معنى المهاجرين بس حقين المغرب هم اللي فلحوا؟ هل تعتقد أن إدارة الكرة في المغرب استطاعت أن تستثمر الإمكانيات البشرية في البلد؟ نعم جدا، هم قاموا بعمل كبير وكبير جدا، ويثنى على هذا الاتحاد كرة القدم في المغرب أنها عملت عمل كبير جدا ومن سنين وهي تعمل. يعني اللي قال هذا المنتخب اللي فاز بكأس العالم كلهم استوردوا من برا، ف8 لاعبين تأسسوا في المغرب، 8 لاعبين من أفضل اللاعبين اللي كانوا فوق أرضية الميدان، البعض منهم محترف لكن تأسسوا 100% في المغرب. وباقي اللاعبين صحيح هم ابناء الجاليات في هولندا، في بريطانيا، ويلعبون في انديه كبيره في اوروبا. الحارس في موناكو مثلا، في واحد يلعب في بريطانيا، في واحد يلعب المهاجم يلعب في البرتغال. كل هذه المواهب الموجوده هي من الفريق يتكون من 3 سنوات، من 3 سنوات هم يعملون على طاقم فني واحد، والطاقم الفني هذا على علم يعني من شهرين فقط لعب نهائي كاس افريقيا وانهزم مع جنوب افريقيا، وكانت هناك اصوات كثيره باقاله المدرب وابعاد المدرب، لكن الاتحاد المغربي الوفي والذي يعمل في صمت ويعمل بجديه كبيره حمى هذا المدرب وحمى هذا الفريق. هذه الصورة على فكرة اليوم في استقبال الفريق، ما شاء الله، واليوم كان استقبال الفريق واليوم هذا الأبطال يتوجوا بكأس العالم ورفعوا الكرة العربية فوق. علامة كاملة للاتحاد المغربي. نتحسر على الاتحاد الجزائري لكرة القدم لأن ليس هناك أي برنامج وليس هناك أي عمل. صحيح نحن نملك كذلك تقريبا من 7 إلى 8 ملايين مغترب في أوروبا، في فرنسا، في بلجيكا، في كل البلدان الأوروبية، ونملك لاعبين من طراز عالي، ولكن لم يعطوا الحس ولم يعطوا الشيء اللي أعطاه المغرب لأبناء المغرب. يعني في اعتقادك أنه موقف رئيس الاتحاد المغربي في رفض إقالة مدرب منتخب الشباب بعد إخفاق سابق وإصرار على استمرار الجهاز الفني كان قرار صحيح؟ نعم. شوف وليد، هم عندهم الطموح، سبحان الله المغاربة كبر عندهم الطموح، ما عادوش يحتفلوا باش يروحوا لكأس العالم. وقالها رئيس الاتحاد مباشرة وأقر بها، قال إحنا لما تأهلنا لكأس العالم ما خرجنا ولا احتفلنا ولا شيء، نحن ما يهمناش نروح لكأس العالم، إحنا نروح نمثل المغرب ونمثل الكرة العربية تمثيل جيد في كأس العالم، إحنا ما يهمناش نروح نلعب كأس إفريقيا ولعب نهائي كأس إفريقيا، إحنا لازم نفوز بكأس إفريقيا. شوف الطموح كيف كبرت، حتى الجماهير المغربية ما خرجتش تحتفل، حتى الجماهير الجزائرية لما تأهل المنتخب الجزائري ما خرجتش، خلاص الجماهير العربية السقف صار مرتفع، الجماهير توعت الآن
تعرف كرة القدم. يعني هذا فلاتة قدامي هنا السنة اللي فاتت الاتحاد متصدر وفائز وكل لكن جماهير الاتحاد ما كانتش راضية على كثير من الأداء تاع الفريق وعلى كيف يمشي هذا الفريق هذا، لأن الجماهير اليوم تطالب بالأشياء الجميلة، بالأداء، بالطموحات الكبيرة وبرفع الطموحات وبأخذ الأسباب للوصول لهذه الأهداف. طيب نقطة نظام، خلينا نسمع صوت الجمهور. أبو بدر سجلها عندك 2-0 للاتحاد، وراح يرجع الاتحاد من بوابة الهلال يا أبو بدر. وألف مبروك للمنتخب السعودي، والله أنا أحب المنتخب السعودي والله حبا جمه، ونتمنى إن شاء الله لفريق الاتحاد إن شاء الله التوفيق والنجاح. والله معكم طارق من المغرب، وديما رجاء وديما اتحاد السعودي، تحياتي لكم. أنا رسميا أتابع قناة أكشن MBC أكشن. سؤالي للمدرب الكبير بن ذكري، أعطينا توقعاتك لمباراة الاتحاد والهلال، وأعطينا لاعب من الاتحاد والهلال أن اللاعب هذا إذا كان في يومه ممكن أنه يساعد فريقه على الانتصار، وأعطينا توقعك النهائي من سيفوز، الاتحاد أم الهلال أم تعادل؟ اليوم الحلقة مختلفة بوجود الكابتن نور الدين زكري. سؤالي للكابتن نور الدين، هل لو عرض عليه تدريب نادي الاتفاق هل سيقبل بذلك؟ وهل يرى أن بإمكان نور الدين زكري أن يصنع من الاتفاق شيء لم يستطع من سبق من المدربين صنعه في الاتفاق؟ وشكرا. الشعبية ما تجي لا برونالدو ولا بغير رونالدو، من الأهواز من جيل يوسف الثنيان وإحنا هلاليين. تحياتي للزلال. طيب خليني أسألك أول حاجة كابتن، يقول لك إيش توقعاتك لمباراة الاتحاد والهلال؟ هو الكلاسيكو دائما يكون واحد، ودائما تكون مباراة كبيرة بين الإخوان سواء كان في الهلال سواء كان في الاتحاد، دائما تكون مباريات كبيرة. احنا نتكلم على مدرب إيطالي بعقلية إيطالية، ومدرب جاي حاضر بعقلية برتغالية جديد على الاتحاد وكذا، فأنا أعتقد أن المباراة راح تكون صعبة للفريقين. إذا كان راح نقول النتيجة، أنا نقول التعادل أقرب لهذه المباراة. طيب يسألك مين هو لاعب في هذا الفريق ولاعب في هذا الفريق تتوقع ممكن يكون مؤثر لو كان في أفضل حالاته؟ مين في الاتحاد عينك عليه وفي الهلال؟ في الاتحاد بيرغوين. إذا كان لأنه هذا اللاعب كثير ما يجي من الخلف، وكثير ما يكون في الأوقات الحاسمة يكون هو اللي يخلص المباريات. ما قلت بنزيما؟ أقول لا ما أقول بنزيما، أقول بيرغوين بالنسبة لي. هو لأن بنزيما راح تكون عليه حراسة أكثر، لكن بيرغوين ربما، ومن جهة الهلال أنا أعتقد أنه هو ممكن جدا يصنع الفارق هناك. سالم بدون منازع في الهلال ممكن يصنع الفارق، بس احتمال مشاركته ضعيف جدا لانه مصاب. اذا يشارك دائما يصنع الفارق، اذا ما شاركش حد اخر ان شاء الله اللي يلعب في مكانه. طيب ما في خيار اخر في الهلال؟ لا ما في خيار اخر. طيب خلينا نروح لفاصل قصير بطل ونعود.